طيب يا حبيب قلبي كده، لو انت بتدور كتير على اليوتيوب عن طريقه عمل رقم مصري بكل سهوله ومفيش اي طريقه ظابطه معاك، حابب اقول لك يا صديقي دخلت الفيديو مناسب. عايزك يا صديقي كده تركز معايا عشان اعرفك تعمل رقم مصري واحد واثنين وثلاثه وعشرة كمان زي اللي شفته كده في بدايه الفيديو. طبعا يا صديقي كده مش هطول عليك طبعا، ويلا بينا كده على الشرح. مبدئيا يا صديقي كده، لو انت اول مره تتفرج عليا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان كل جديد، وخد كمان يا صديقي كده بعمل مسابقه. اول اتنين يعملوا لايك وكومنت اقسم بالله بدون ارقام مجانيه، فانت ما تبخلش لايكك وكومنتك الجميل عشان الفيديو يروح لغيرك وبس يا صديقي كده. ويلا بينا مبدئيا يا حبايب قلبي كده، يعني انت مش محتاج حاجه طبعا، الطريقه بدون VPN اصلا. طبعا يا صديقي كده هسيب لك طبعا ملف الناس طلبته مني، ملف مصري طبعا، ارقام طبعا الملف ده ما فيهوش 1000 ولا 2000 ولا 3، اقسم بالله في 50,000 رقم مصري. انت متخيل الرقم؟ رقم كبير جدا حرفيا. طبعا دلوقتي انت مش محتاج بس غير حاجه بس بسيطه، بس انت تتفرج عليها طبعا، وفي باسورد للملف هقول لك رقمين في رقمين. مبدئيا كده هتروح كده لازم تنزل تطبيق اللي هو زي ارشيف ده بتاع فك ضغط الملفات. طبعا هسيب لك لينك البوتات اللي هنستخدمها ولينك الملف في قناه التليجرام زي ما احنا متعودين. تمام. طبعا دلوقتي لو رحت كده على زي ارشيف كده انت تحمله من المتجر بلاي عادي عشان خاص بالفك ضغط الملفات وكده. هتروح كده يا صديقي كده، طبعا هسيب لك الملف ده تمام، ايجيبت اهو تمام. طبعا دلوقتي لو دخلت كده على الملف كده يا صديقي بعد ما فك الضغط وكل حاجه، دوس كده على كلمه فتح عادي. طبعا دلوقتي تختار اي تطبيق عادي بدون أي مشاكل زي ارشيف، اي تطبيق عامه يعني. طبعا الارقام اهو ظهرت قدام عينك. طبعا كل الارقام دي خاصه بدوله مصر اللي هي ايجيبشن يعني، تمام، اللي هو رمز الدوله 20. طبعا كل الارقام دي انت متخيل الارقام دي؟ اقسم بالله بقول لك 50,000 رقم تمام زي ما انت شايف كده. طب انت حابب تفعل الرقم دلوقتي زي اللي شفت في بدايه الفيديو، هتعمل ايه؟ تعمل بس خطوه بس جدا، لازم تكون عندك نسخه واتساب عادي او اللي هي الماسنجر او الاعمال. ليه؟ لان اصلا معظم الارقام طبعا هتكون محظوره من النسخ المعدله، فانت تفعل الارقام دي على نسخ واتساب بعد واتساب عمل وعد ممكن تنقله براحتك في اي وقت. طبعا طريقه تعرف تعمل بيها رقم واتساب او تعمل بيها فيسبوك. طبعا دلوقتي انت خدت اي رقم عشوائي من دول طبعا، طب دلوقتي وطلبت كود، طبعا الكود هيوصل لك فين؟ الكود هيوصل لك بس في بوت كده. تعالى دلوقتي اوريك شكل البوت كده عشان تبقى ايه مركز معاه في كل حاجه. طبعا راح كده على التليجرام، طبعا ما تبصش كده على التليجرام اللي هو مختلف يعني عشان اصلا موثق وكده، فاعرف اغير ايقونه التطبيق على بدون اي مشاكل. طبعا راح كده على نسخه التليجرام عادي كده، طبعا هتلاقي البوت اهو ظهر لك يا صديقي. طبعا اهو زي ما انت شايف كده الاف من الناس اصلا في موجودين. يعني انت لو هنا مركز معايا، هنا عندك بص كام عضو اصلا متصل حاليا دلوقتي وشغال على البوت ده، انت متخيل؟ يعني عندك 2000 واحد متصل دلوقتي وبيفعل ارقام اهو زي اللي انت شايف كده اهو. طبعا اهو رقم مصري، عندك كل الارقام اهو، كل الدول زي ما انت شايف. عندك هنا الكود بيوصل لك اهو، عندك هنا الفيسبوك اوتو اب يا صديقي هنا، واهو الكود بيوصل عادي بدون اي مشاكل. طب انت حابب تفعل الرقم والكود يوصل لك هنا، هتعمل ايه؟ هتعمل بس خطوه بسيطه دلوقتي. هتروح تكون انت عندك نسخه فاضيه من زي ما انا قلت لك، نسخه واتساب ماسنجر او واتساب اعمال، لان عشان تكون اصلا مبدئيا الارقام دي كلها اصلا محظوره من النسخ المعدله. فانت عشان اضمن لك اصلا انت تفعل الارقام دياتي على واتساب عادي او واتساب اعمال تمام. فبعدين في خطوه بس بسيطه لكل واحد بس كده طالع وبيقول لك الطريقه ومش الطريقه مش شغاله والكلام ده. حابب اقول لك اللي انت اصلا يعني كسول، اللي انت بتحاول مره واتنين وخلاص، انت مش حابب تحاول تاني. فمبدئيا لازم تحاول مره واتنين وتلاته، وخد كمان يعني في بعض الناس اصلا، في ناس بتبيع ارقام اصلا يعني مش عارف اقول ايه اصلا يعني، بيبيع الرقم المصري ب 50 جنيه وب 70 جنيه. فانت ليه انت تشتري رقم ملوش 30 لازمه اصلا ب 70 جنيه او 100 جنيه اصلا، وانت بايدك ان انت تعمل رقم واثنين وثلاثه والف زي الناس اللي بتعمل دي؟ فانت بتقلب نفسك، وغير كده بتدفع فلوس في حاجه فاضيه، وغير كده انت بتخش الناس اصلا بتتكبر عليك ويعمل نفسه كريز مفيش منه اتنين اصلا، هو على الله حكايته. فحابب اقول لك اللي انت اتعلم واعمل نفسك بنفسك، وتعلم مره واثنين وثلاثه وحاول وافشل، والطريقه طبعا هتظبط معاك في اي وقت عادي تمام. طبعا الطريقه بدون راس ساعه، تطلب كود في اي وقت زي ما شفت كده في بدايه الفيديو تمام. طب دلوقتي اصدق كده تعالى عشان مش حابب اطول عليك بس في الشرح. طبعا لو رجعت كده تمام هتلاقي عندك هنا الارقام دي كلها. طب ايه افضل لك الارقام اللي تطلب عليها رقم يا صديقي كده وكود بدون اي حاجه، اللي هي بدايتها يا صديقي كده وحايد تمام، اللي هو بعد 011 1 تمام، وبعد 011 2 وهكذا تمام. يعني الارقام دي تطلب عليها عادي بدون اي مشاكل. يعني دور على الارقام ديت. كان في بعض الارقام هيقول لك تسجيل غير متوفر والكلام ده، لو جالك تسجيل غير متوفر خلاص سيب الرقم ده وجرب ولا تاني مره. طبعا اضغط كده على ايه، ناخد اي رقم تاني كده ونجربه اهو قدام عينك. طبعا انا بجرب اهو قدام عينك، انا مش بخسر حاجه تمام. طبعا دلوقتي اهو زي ما انت شايف كده هطلب كود دلوقتي على الرقم ده ونشوف هيطلب معانا كود ولا لا. طبعا لازم تركز على هما اخر رقمين كده عشان تعرف الكود هو وصل لك على رقم ايه في البوت تمام. غير كده التحقق طبعا نعمل كده استلام رساله نصيه طبعا SMS. طبعا دلوقتي بيقول لك جرب رساله الكود، طبعا شوف دلوقتي الكود هيوصل لنا ولا لا. طبعا زي ما انت شايف كده اهو طبعا ما عدش معايا. نرجع كده على البوت تمام.
نرجع كده على البوت كده اللي هو بيوصل لنا الكود عليه. طبعا نرجع كده تحت خالص ونشوف. طبعا زي ما قلت لك لازم تحفظ الرقم. طبعا دلوقتي يا صديقي كده الكود وصل لنا اهو قدام عينك. طب عرفت ازاي الكود وصل لنا؟ هقول لك دلوقتي. طبعا نركز كده، نرجع كده يا صديقي كده هتلاقي عندك هنا اهو الرقم اهو زي ما انت شايف كده اهو، اللي هو اخر ثلاث ارقام اهو 302. تمام. طبعا الكود اوصل لنا اهو عشان محدش يقول لي انت فيكت او عملت اي حاجه. اهو زي ما انت شايف كده اهو اللي هو الرقم بتاعه اهو اللي انا طلبت عليه اخره 302، والكود اهو وصل لنا يا صديقي بدون اي مشاكل اهو قدام عينك. تمام. طبعا دلوقتي اكتب الكود هنا اهو تمام وانسخه عادي بدون اي مشاكل. طبعا اهو 994 اهو يا صديقي. طبعا يا صديقي كده اهو يعني انا طلعت لك رقم في بدايه الفيديو وفي اخر الفيديو عشان ما تقوليش يا صديقي انت بتقدم في الفيديو وانا مش بستفاد منك حاجه وانت مش بتعمل اي حاجه. طبعا دلوقتي هعمل لاسك كده للكود اللي احنا نسخناه من البوت. تمام. نعمل كده لاسك يا صديقي كده ونشوف دلوقتي هيتفاعل معانا ولا لا. طبعا بالفعل يا صديقي كده اقسم بالله طبعا اهو الرقم اتفاعل معانا بدون اي مشاكل ولا طلب مني اي حاجه ولا الكلام ده. طبعا اهو زي ما انت شفت كده وزي ما شفت كده في اخر الفيديو في بدايه الفيديو انا بفعل لك الرقم اهو عشان كده مالكش اي حجه ان انت تطلع رقم بقى وما تبخلش بقى. ولو انت طبعا وصلت لحد هنا اشترك في القناه واعمل لايك وكومنت يا صديقي كده. طبعا دلوقتي هكتب النيم عادي كده في النسخه عادي عشان تفتح معانا. طبعا دلوقتي لو رحت كده يا صديقي كده طبعا هتلاقي رقم اصلا دي بتاعت ناس اصلا. تمام. طبعا نطلع كده خالص ونروح كده على التطبيق عادي. تمام. على النسخه وتلاقي عندك هنا الرقم اللي انا مطلعه قدام عينك اللي هو اخره 302 وبس يا حبيب قلبك كده. طبعا دلوقتي كده انت اتاكدت طبعا الطريقه شغاله 100% وبس يا حبيب قلبي كده. وخد الباسورد كله اللي هيكون 2005 وبس يا حبيب قلبي كده. ما تنساش اللايك والكومنت بتاعك واشوفكم في فيديو جديد والسلام.